السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. حاجة حلوة تستاهل إنها تتعمل في البيت، الإكلير بكل تفاصيله. هنعمله هوائي وهش ومقرمش، وكله عبارة عن الحشوة، خفيف بشكل يعني ما يتوصفش. هنبدأ على طول على النار. حطيت 3/4 لتر من المية وعليه 300 جرام من الزبدة. يعني بالكوبايات هنقول 3 كوبايات كبار من المية، ومعاهم كوباية ونص من الزبدة، ومعاهم رشة صغيرة من الملح. على الميزان وزنت 450 جرام من الدقيق، اللي هم حوالي بالظبط 4 كوبايات إلا ربع من الدقيق، ودول بنحطهم دفعة واحدة بعد ما تبدأ المية بالزبدة تغلي على النار. مية وزبدة ورشة ملح ورشة فانيليا على النار. لا، هو مش رشة فانيليا، هو معلقة كبيرة فانيليا عشان البيض. المقدار ده بياخد 9 بيضات. هحط دلوقتي 3 بيضات، وهبتدي احطه في العجان يضرب شوية. بس قبل ما احط البيض عليه ضربته في العجان شوية عشان يهدى، عشان درجة حرارته تهدى. بعد ما هدى شويه حطيت عليه اول 3 بيضات، وبعدين هبتدي اعمل ميكس. ولما ال3 بيضات يتداخلوا مع العجينه، هبتدي اضيف ال3 بيضات اللي بعدهم. اهو دول ال3 بيضات اللي بعدهم، وارجع اعمل ميكس تاني لحد ما يمتزج كويس قوي ويبقى القوام مظبوط. ارجع اوقف واحط ال3 بيضات الاخرانيين. يبقى احنا حطينا 300 جرام من الزبدة، اللي هم كوباية ونص، وحطينا 3/4 لتر من المية، اللي هو 3 كوبايات كبار، وحطينا 4 كوبايات إلا ربع من الدقيق، ودول عاملين 450 جرام من الدقيق. حطينا عليهم رشة ملح، معلقة كبيرة فانيليا. وزي ما انتوا شفتوا التكنيك، اول ما الميه غلت نزلت بالدقيق دفعه واحده وقلبته لحد ما امتزج وبقى كوره كده. رجعت دخلته في الميكسر، اتمزج اكتر واكتر وهدى شويه، درجه حرارته هدت. وبعدين نزلت عليه بالبيض، 3 بيضات ب3 بيضات، لحد ما امتزج كله. حطيته في القمع بتاعي وابتديت اشكل بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل كريم باتسير اللي هنحشي بيه آه ال آه الاكلير بتاعنا. حطيت معلقه من الكاكاو ومعلقه من النشا ومعلقتين من السكر وفانيليا وبيضه وكوبايه لبن ومعلقه من الدقيق. حطيتهم كلهم مع بعض على البارد، وبعد ما قلبتهم هرفعهم على النار لحد ما القوام بتاعهم يتقل. هسيبهم يهدوا شويه. انا عندي كوبايه مخفوقه من الكريم شانتيه، هضيفهم بعد كده على الكريم باتسير لما يهدى شوية ويبرد. وهيبقى عندي شوبست كريم اللي هو بيتحشى بيه الإكلير، اللي بيتحشى فيه في المحلات في أحسن مكان ممكن تجيبوه بيه. طبعا عايزة أقول لكم إن كل ما تستخدموا نوع زبدة حلو، كل ما هيطلع طعم الإكلير أحلى وأحلى. انا سبته لحد ما هدى، وادي كوبايه الكريم شانتيه المخفوقه. وهعمل ميكس ما بينهم، هيبقى شوبست كريم. هحشي بيه بقى. بصوا الاكليرات بتاعتي، صوت القرمشه يجيب اخر الدنيا. لونه واحد ازاي، لون الاكلير موحد ازاي. شكل الاكلير، شايفين الشكل اللي اتعمل بالقمع، ما راحش ولا ضاع ولا اي حاجه ازاي. ده لانه تسويته مظبوطه تمام. انا عشان الولاد مش عاوزين ايديهم تتوسخ وهم بياكلوه، فعملت ثقب من تحت كده في الاكلير. دخلت فيه القمع زي ما انتم شايفين، ثقب واحد بس، وببتدي ان انا احشي بالراحه لحد ما الاكليريه معايا تتقل. الاكليريه خفيفه جدا جدا، يعني مش قادره اوصف لكم خفتها عامله ازاي. افضل احشي فيها لحد ما لونها يغمق، تبقى غامقه من الاول للاخر. وده معناه ان الشوكولاته دخلت فيها كلها، يعني دخلت لحد اخرها، وكمان تقلت معايا. بعد كده بزينها بشوكولاته خام متسيحه، بس كده مفيش حاجه تانية. وبعدين حطيت شوكولاته بيضه وعملت لها الشكل الرخامي. دخلتهم في بعض عملوا الشكل الرخامي ده، زي اسهل اكلير ممكن نقدمه. يعني دي ابسط طريقه لتزيين الاكلير. الوحدتين البرفترول دول حطيتهم في طبق برفترول، حطيت عليهم كريمه من على الوش. ودي يعني فكره بسيطه برضو لتقديم البرفترول.
وعملنا فيديو للبروفيترول قبل كده بنفس المقادير، وبس زيناه بقى بطرق كتير. هبتدي اعيد نفس الخطوات من تاني، احشي الاكلير من جواه لحد ما يتقل معايا، ولحد ما لون الاكليرايه كله يغمق. معنى كده ان الشوبست كريم دخلت لحد جوه، لان الاكلير من جوه فاضيه تماما. دلوقتي هنفتحها بعد ما نخلص تزيين واوريكم ان كلها من جوه هوا، ما فيهاش اي عجينه من جوه خالص. فده دليل على نجاحها وانها تسوت مظبوط. طبعا الفرن متسخن من اول ما بدأنا نشتغل. حطيناه على درجة حرارة 180، قعد حوالي نص ساعة في الفرن لحد ما خد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وبقى مقرمش من فوق ومن تحت وفاضي تماما من جوه. وكل اللي جوه هيبقى عبارة عن الحشوة بتاعته وبس. تقدروا طبعا تفننوا معاه في الصوصات، وان شاء الله نعمل فيديوهات اكتر عن تزيين الاكلير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وجربوه، لانه بجد وصفة هايلة والمقادير مظبوطة. شايفين الاكليراية كلها مقفولة، يعني مقفولة عشان تساعدنا ان احنا ناكلها من غير ما نوسخ، يعني الولاد يوسخوا ايديهم او كده. شايفين زي ما انتم شايفين من جوه فاضية تماما، مفيش فيها اي عجينة، كلها عبارة عن شوب